الأخبار الموجزة اليوم الأحد. قام النائب الاقتصادي لرئاسة الوزراء سماحة الملا عبد الغني برادر بزيارة مصنع السجاد في مقاطعة هرات، والتقى بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وشجعهم على الاستثمار في البلاد. تم تسليم 16 سيارات مجهزة بنظام الاتصالات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرئيس الهلال الأحمر الأفغاني السيد مولوي مطيع الحق خالص، وسيتم استخدام هذه المركبات للمساعدات الإنسانية في شتى المقاطعات. بنى شاب دبابة بتكلفة 500,000 أفغاني في فترة 5 أشهر، ويقول الشاب إنه إذا وفرت له الإمارة الإسلامية والمزيد من التسهيلات فسوف يقوم أيضا ببناء طائرات والعديد من المركبات الأخرى. قال وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيخوة في اجتماع بداية عملية نقل الحجاج الأفغان إنه مكان فرح بأنه تم إرسال حجاجنا لأداء فريضة الحج في ظل نظام إسلامي وحرية. تم تطهير منطقة ديسابس أيضا بعد منطقة سروبي في مقاطعة كابول من زراعة الخشخاش خلال عمليات إدارة مكافحة المخدرات. قال المساعد السياسي والراعي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير في اجتماع بداية عملية نقل الحجاج الأفغان إن إمارة أفغانستان الإسلامية ملتزمة بتعاون الحجاج الكرام، وتمت إعادة الأموال الإضافية للحجاج الأفغان في العام الماضي مرة أولى في التاريخ. وضعت مئات من أزهار الزينة في مزهريات كوتاسنجي ميرويس ميدان.